صباح الفل يا شباب، عاملين ايه؟ هنبتدي النهارده فلوج جديد بعنوان مش عارف والله، بس يعني يعني حاسس ان انا كده النهارده قايم مفوق، فاعمل لكم فلوج جديد. ممكن مش عارف، يعني ممكن هننزلوا النهارده نعملوا شوبينج في سالونيكي، اوريكم المحلات عامله ازاي، واوريكم اللايف ستايل هنا في سالونيكي عامل ازاي، مختلف عن اي حته تانية. فغالبا الفيديو ده مش هيبقى ليه اي علاقة بالمحتوى بتاعنا في البودي بيلدينج. هيبقى فلوج مختلف بيتكلم على اسكندرية اللي انا بحبها، اسكندرية الأوروبية، فاتمنى ان هو يعجبكم. احنا لسه بادئ اليوم النهارده والله، فغالبا رحت شربت قهوة كده بره بس ما صورتش، وضربت واحدة سباناكوبيتا. على العموم اتمنى فلوج النهارده يعجبكم. انا مش محضر اي سكريبت، كله هيبقى يعني حاجات كده لايف وحاجات ترو نيتشر، مفيش اي حاجه متحضر لها. فيلا نتكل على الله. طيب يا شباب، احنا وصلنا هنا. الدنيا هنا شمس جامده قوي، يعني احنا غالبا ناحيه الوايت تاور هنا في سالونيكي. مش عارف، هي الدنيا شمس فشخ، والنهارده اليوم زحمه فشخ، والناس كلها غالبا، يعني انا بحاول اقلل الاضاءه في الايديت لان الدنيا شمس فشخ. انا ما كنتش متوقع ان الدنيا هتبقى شمس كده. فغالبا احنا في اكتر بارك معروف في سالونيكي، اسمه الوايت تاور. تمام، ده في الميد سيتي. غالبا مش عارف ورايا اهو. فغالبا هنستكشفه حاجات كمان. دي البدايه. انا حبيت اوريكم اول حاجه هنا الوايت تاور وبتاع، فانا كنت بصور اصلا، خدت صم بيكتشر جامدين قوي. هنبتدوا اليوم. يعني اول لما وصلت هنا جيت الوايت تاور، قلت اوريه لكم وبتاع، لان دي غالبا اكتر منطقه مشهوره للسياح هنا. فخليكم معايا واستكشفوا الباقي واحده بواحده. تمام، بيس. طبعا النهارده يوم الاحد، فكله خارج بره بيتشيل وكده. بص، يعني هتلاقي الناس كلها النهارده عشان يوم الاحد كله بره. فالمركب اللي ورايا دي برضو بتطلع بالساعه وكده، فغالبا هي الاضاءه عاليه انا عارف. والوايت تاور ورايا اهو. فغالبا انا بتمشى عشان الناس اللي من اسكندريه عايز اوريهم تمثال الاسكندر الاكبر الحقيقي اللي هنا، غير اللي في اسكندريه. تمام. فخليكم معايا واحده بواحده عشان نشوف الدنيا هنا ماشيه ازاي على الممشى. ده زي كده كورنيش اسكندريه، بس هنا بقى ده الكورنيش الحقيقي، فاهمني؟ فقشطه. هنا البياعين ورايا. تمام، ده زي عربيات كده بتيجي تقف بتبيع حاجات كل يوم حد، زي الانتيك كده، البوتيك. طبعا الدنيا ورايا زحمة جدا. انا مش عارف اوريكم الدنيا ماشية ازاي، بس الدنيا النهاردة زحمة زحمة. انا بقالي كتير ما شفتش الدنيا هنا ماشية بالطريقة دي. احنا داخلين على التمثال اهو. تمام، بيس. طيب يا شباب، ده تمثال اسكندر اهو فوق، لو انتم مش شايفينه. ده التمثال الواقعي الحقيقي. فخليني اوري لكم برضو الصورة اوضح اهو زي ما انتم شايفين. تمام، انا لسه برضو ماشي. كل ده الممشى. النهارده يوم الاحد فكله بره. فالدنيا هنا على الجمدان، يعني مش هوحش حاجه. هوريكم برضو حاجات تانية. فغالبا دي الدنيا بره زي ما بيبيعوا حاجات كده للكلاب وكده. ولل ياسو بيقول لي هاي. فغالبا دي حاجات للكلاب وكده. فلو انت عندك كلبة وكده فانت ممكن تيجي هنا تشوف الدنيا معاك ماشية ازاي. غالبا الدنيا زحمة النهاردة زي ما قلت لكم. فقشطة. بص، الناس كلها بره. في الأعياد أو في الأجازات الناس كلها بتنزل بره، والناس كلها بتخرج، يعني عشان كده النهارده يوم الأحد فالدنيا زحمة. بص، في حاجة زي تدريب للكلاب هنا، ايفنت للناس اللي بتحب الكلاب. ده أنا ماشي بالصدفة والله، أنا مش عارف إن في أي حاجة من الكلام ده. عاش. في حاجة تانية قدام برضو. برضو ايفنت للأطفال هنا.
بس الدنيا هنا على الرايق. بس مش عارف يعني، انا ما شفتش اي حاجه للشباب لغايه دلوقتي. كل ده الممشى، يعني انت شايف اسكندر الاكبر اهو ورايا، والوايت تاور اهو، فكل ده الممشى من هنا بقى لغايه اخر سالونيكي. هاي يا عم، واتس اب، هاو ار يو؟ doing good. بس فالدنيا لذيذه. هنا بيلعبوا باسكت طبعا. انا ما بعرفش العب باسكت عشان اخش العب معاهم. كرانكا اهو، مساء الفل. طيب يا جماعه، احنا دلوقتي وصلنا وانا ماشي الباركنج كده، لقيت حاجات للبوش ابس وللجيم وكده، فغالبا هخش انتراكت مع الناس واشوف الدنيا ماشيه ازاي اهو ورايا غالبا. فيلا بينا نشوف الدنيا ماشيه ازاي. في دنابل كده وفي شويه حاجات حلوه. طبيس. Okay. Wow. Wait, guys. Now I have a challenger. He's challenging me. This dude. Yeah. Just tell me the challenge. Hello, guys. My name is Dusan Milasevich. I come from Serbia. I'm a student here in Greece. Hope this guy is famous so I can get viral on TikTok now. I'll leave my Instagram. Yeah. This is the end of my workout, to be fair. I was working out for an hour and a half. I was doing weighted. I was doing a lot of muscle ups, like thousands of sets, even with my Inversi boots. I recommend for everyone to buy this, the boots, when you can hook yourself on the bar. But shall we do? So wait. What do you do? You want to challenge me to some pull-ups? I do calisthenics. I'm a judoka. I'm mainly a judo guy, but I have to do calisthenics as well. Okay. He thinks he can trick me with this baggy clothes and everything. I see that. No. I'm just chilling. But he will beat me today because I'm kind of tired. No way. Sure, bro. Let's go. So now you're telling me that you can beat me, right? I will try. Probably Okay, not because okay. he's fresh and I worked out for a while. Okay, Let you me work try. out for a while. Let me So, try. okay. I'm gonna let you start. So Let me I'm gonna try. give you advantage. Yeah. Well, what advantage? What type of advantage? I don't know, but Can you then do it first? Me? Yeah. No, bro, you that's an asked for it. advantage. You said 20. Okay. You're right. Okay, we You're need right. to get him. You're right. Let me try. Full push-ups. Full pull-ups. Yeah. Pull-ups. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Let's go. I'll hit it. Let's go. Oh, okay. My chin went over the bar. Okay, I bro. did 20. Nice. I don't know. I'm gonna hop up. And I did it with the boots. I this wish is 4 I kilos wish actually. that I can get your like 20 kilos. 20. Now he's gonna do 40. Oh my god, I'm scared already. He's doing them slow. You're not counting. 7, 8, 9, 10, I thought they can't hear me. Okay. 11, 12, 13, 14, 15, That's a great form. 16, I did a better form. 17, He's not going over the 18. bar. 19, His chin is not over the bar for the last 10 reps. 20. Are they good? Are you sure you want me to continue? No, of course, do it, my friend. I'm just joking. 22, 23. You beat me. Nice job, my friend. Okay, do you want to take your shirt off now? Yeah, why not? Why not? How do I take this off? I don't want to break your microphone. Let me. Can you do it, please? Take your shirt off. Just say. I don't want to damage your microphone. No, don't worry about it. So who do you think he's so muscled up?
Come again? Who do you think, guys, who's most muscular? He He is, definitely he most is. muscular. So before I take my shirt off, do you think I'm that muscular? Yeah, I actually did see it. I actually saw it because you were there. طيب يا شباب، احنا رجعنا لكم من جديد. غالبا احنا في ارسطيلو ده اكتر بارك هنا معروف في سالونيكي. تمام، يعني هو انا هصور لكم كده شويه فوتج ليه. جميل جدا، ويعني من اكتر الاماكن هنا شهره من البارك، ومن اقدم الاماكن حاليا، يعني فاهمني، كبارك وكده وكفيو ككل حاجه ومطاعم وكل حاجه. تمام، فاتمنى ان هو يعجبكم، ويلا بينا نكمل الفلوج. غالبا ده الفيو بتاعنا. تيجي هنا البارك الكبير. تمام، دي طبعا العماير، ده السي فيو. النهارده يوم جميل جدا، الشمس طالعه فالناس كلها بره. وعندك ده الفيو من ورا، وعندك دي من اشهر الاوتيلات هنا في اليونان، الاوتيلين دول. تمام، وطبعا احنا هنخش ناخد التشيت ميل في مطعم من المطاعم دول. بس انا عايز اوريكم الجمال الفيو والدنيا هنا ماشيه ازاي، لان انا طبعا ده هدف البلوج بتاع النهارده، ان احنا نصوروا الاماكن الحلوه واللايف ستايل. طبعا مفيش اي حاجه انا مخطط لها، انا نازل عامل كده الفلوج عموما، لان انا كنت وعدكم ان احنا نعمله تور هنا. هوريكم برضو الفيو تاني من ورا عامل ازاي. وطبعا الناس اللي قارية على اليونان او كده عارفه ان البارك ده من احسن الباركات في اليونان، او من احسن الاماكن ان انت ممكن تقضي فيها يومك لما تيجي هنا وتقابل ناس جديده. الناس هنا كلها فريندلي جدا، والفيو حلو جدا. ده طبعا بيوديك الفيو بتاع الوايت بارك، والوايت تاور اللي احنا البرج الابيض اللي احنا كنا فيه من شويه. طيب يا جدعان، احنا دلوقتي داخلين على المطعم. غالبا ده حاجه مولده من حاجه زي بابايز كده، هو المطعم اللي ورايا ده دلوقتي. ده اسمه كراتس، حاجه كده زي فرايد تشيكن زي كنتاكي. فاحنا هناخد التشيت ميل بتاعتنا النهارده من المطعم ده. هو ان انت ممكن تخش تطلب اوردر اوتوماتيكي، او ممكن برضو ان انت تخش ايه، تطلب من الكاشير. بس هنا يعني معتمدين مفيش حاجه اسمها كاشير، كله بتطلب على طول. زي ما انتم شايفين دلوقتي ده العرض بتاعي، فانا ممكن احط لهم كومنت ان انا عايز الكولا زيرو. تمام، وبعد كده بحط اد وبدفع بالكريدت كارد، فاهمني. غالبا انا مش عارف، هي الاضاءه عاليه شويه. دلوقتي احنا ظبطناها. المفروض ان انا ادفع. عملت كونتينيو اوردر. هو انا ايه اللي حصل؟ تمام. فغالبا هتدوس كونتينيو، وبعد كده بندفع تشيك اوت. تختار طريقة الدفع، انت عايز تدفع ايه، عايز تدفع فيزا ولا عايز تدفع لا. فانا بالنسبة لي هختار فيزا. تمام، وبعد كده بتحط الكريدت كارد بتاعتك. طبعا انا هطلع الكريدت كارد بتاعتك، ما تشوفوش الارقام يا ولا عشان ايه. انا ظهر لي على الشاشه حاليا ان انا دفعت، وبعد كده بتاخد الاوردر بتاعك الكوبون يطلع لك زي ما انت شايف، وفي الرقم بتاعك، وبتستنى. وبعد كده انا معايا رقم A70، وبتستنى. وبعد كده بتقف هنا والرقم بتاعك بيظهر فوق هنا. تمام، هي الشاشه مش شغاله، وبعد كده تستلم الاوردر من هنا على طول. So guys, we have أنا bro, I got confused. I'm speaking Arabic while I'm speaking English. يا جدعان الأكل وصل حاليا أهو. تمام، معانا فرنش فرايز ومعانا البرجر وكولا زيرو. ستيفانوس صاحبي هنا جا. So I'm speaking Arabic for the YouTube, but he is speaking a little bit of English, so he just arrived now. We're gonna eat some shit. Maybe we're gonna go for another restaurant. هنروح مطعم تاني وممكن ناكله. فغالبا استنوني في الفيديو اللي جاي. So guys, we just finished eating in Kratz. Now we're going to try Stefanos cheat meal. So I'm gonna continue vlogging step by step. His outfit is crazy, I think. Thank you very much. You have a better outfit than mine. Today I have like a basic outfit.
now we're still walking in Aristotello, right? Yeah, Aristotle Square. Yeah. He's from here, so he knows better the places. So let me show you. So we are still in the same park, but now it's at night. Like, look at this muscular dude. I can give you his number. I'm trying my best, bro. Please. I can give you his number if you want. So now we are walking. The mood now is pretty chill. People are going out because it's Sunday. It's getting more colder now. I have my hoodie and my motorbike. And let's go see. I'm gonna take more footage when we're gonna arrive. طيب يا شباب، احنا جينا المحل بتاع ستيفانوس هنا. مش عارف اسمه ايه. حاجة زي تاكوس كده. تمام. انا بالنسبة لي بحب كراتس. ده اسم المحل. اسمه ثواني، مش عارف اجيب لكم اسمه تاكو مزمزة، مش عارف، حاجة زي كده. غالبا احنا هنخش نطلبه دلوقتي. هو دخل يطلب اهو. Bro, what did you order? Oh, What did you order? Okay. غالبا المايك بتاعه مش ظاهر، وغالبا دلوقتي مش فاهم هو بيقول ايه. ماشي يا جدعان، انا قلت لهم عشان عندي الحاله دي، فغالبا انا مش هطلب حاجه لان انا عندي المشكله بتاعت بطني دي، فغالبا انا هقعد اتفرج عليه وهو بياكل. الحيوان طلب لنفسه وانا هتفرج عليه بس وكده. قشطه. طب يا جدعان، انا كنت ساكن هنا، تمام. دي كانت البلكونه بتاعتي، فانا حبيت برضه اوريكم. الشارع هنا اسمه فولي، الكسندروس فولي. ده من اكتر الشوارع شهرة هنا. ستيفانوس هنا برضه. يو. was paying 700 euros for this one. 700. The minimum salary here is 800. Just to know. No, bro. And this is Saint Sophia Church that we have some picture for it. Yeah. Now you use your microphone. Yeah, so I So- don't have to get so close. Yeah. It's like So- them kissing each other. No, you don't have to go so close, but the first to be more clear. So where are we going now? Now we're going for some shisha. Yeah. It's the first time I asked him if he's doing shisha, and he said yes. I didn't. Do you know? I wasn't ready for that So wait. because I'm a big fan of that. You know that Egyptian create shisha, right? Yeah, Egyptians has the best shisha. Okay, let's go, guys. I'm gonna film you the place we're gonna go there. Not the Mexican that we had, unfortunately, but I hope it's gonna be better. Stefanos, where are we, bro? We're in the hookah house, SKG, above the Romanian shop, and the word is yours now. Yeah, this is the place, guys. I think we are here. I'm here. I can put the front camera because the front camera doesn't show good quality because it's pretty dark in this place. I think all the places like that. Anyway, he recommended this shisha house. I go to Mira, near to my house that I showed before. But he recommended this place. So now we had a little bit of chai. I have a black tea. And he have, what kind of tea did you order? Chamomile. And now we order the hookah. It's gonna arrive, and I will tell you my opinion about it. Okay? Don't do that. You're gonna burn the hookah. I will kill you. How is it? How it tastes like? Oh, now it's a lot better now. No, don't blow in it. What I'm supposed to do? Nothing. Or take this off and blow after to empty the air. Just don't blow in it. It's good. Really? Let me try. Should we put the tattoo? I don't care. Huh? You care about it? Yeah. Okay. I don't want to have a fucking COVID. Can you hold the shit? Yeah. Opa. Anyway. So let me give you my opinion about the Greek hookah. طيب يا شباب، احنا دلوقتي رجعنا البيت بعد يوم طويل عريض كنا فيه يعني برا.
اتمنى الفلوج ده هيكون عجبكم، وما تنساش تدور زرار السبسكرايب، وما تنساش تسيب لي كومنت تحت لو انت حابب تشوف حاجات جديدة. انا بقرا الكومنتس كلها، وما تنساش تتابعني على انستجرام هنا. الشعراوي كان معاكم، وتصبحوا على خير.